الله الله على الحاجات الحلوة، الله الله على الجمال. ايه الجمال عدى الكلام. يلا نشوف عملنا الحاجات الحلوة دي ازاي. مطلوب مننا الصنفين دول نفسنا فيهم. طيب هنعملهم، يلا بينا ولعي الفرن كده، ويلا بينا نسمي بالله ونصلي على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. هنا عندنا، هنا انا سيحت سمنه، هحط معاكم ده كوبايه ونص من السمنه. سيحي السمنه عادي وحطيها عشان تعرفي معيارها بالكوبايه. هنحط كوبايه ونص من السمنه، وكمان عندي هنا لبن حليب كده مغلي وبارد هحط برضو منه. كده بحط معاكم اللبن الحليب اهو. هنا وش القشطه بتاعته نزلت حلوه هنعملها. حطيت كوبايه ونص كمان من الحليب، وكده انا مولعه عليهم النار. هنحط ايه تاني؟ يلا كده نشوف هنعمل ايه النهارده. حاجه حلوه بنجيبها غاليه قوي من بره، بس احنا هنعملها في البيت حلوه قوي. نبعد عن الحاجات الغاليه، وزي ما قلت لكم نعملها في البيت عندنا. كمان عندي كوبايه ونص من السكر. كده حطينا كوبايه ونص سمنه. انا عامله سمنه ميكس، سمنه عاديه على معلقه من البلدي تديها ريحه حلوه. كده حطيت كوبايه ونص من السمنه، وعندي هنا نص كوبايه كمان على دقيق البسبوسه. دقيق سايب من عند العطار، ما تجيبيش الاكياس. حطيت نص كوبايه على البسبوسه، وهنا كمان على الخليط بتاعي كوبايه ونص من السكر، كوبايه ونص من السمنه، وكمان كوبايه ونص من اللبن. كده مولعه عليهم النار عشان يدفوا معانا والسكر يدوب. عندي هنا معلقه كمان من عسل الجلوكوز. حطي معلقه منه، هو موجود عندي، لو عندك حطي معلقه. مش عندك السيرب بتاع الكنافه التقيل اللي بنعمله في رمضان، حطي معلقه. ما عندكيش حطي معلقه عسل نحل. ما عندكيش خالص استبعدي الخطوه دي عادي وما تحطيهاش. كده هقلب بقى كده. بس العسل الجلوكوز بيدي سمك كده للبسبوسه، ويخليها متماسكه ببعضها وبتبقى حلوه قوي. كده هنقلب بقى كله زي ما انتوا شايفين. هنقلب لحد ما كل ده يدوب معايا. هنقلب بقى، هنولع عليه النار، هنقلب يسيح معايا. بس يا نونا معلش يا حبايبه، انت عارفين البرد، مش عارفه في ايه، دور البرد اللي بيجي ده مش عايز يروح. كده هقلب كويس جدا لحد ما كل السكر بتاعي يدوب، والمكونات بتاعتي كلها تبقى دافيه، مش سخنه قوي، تبقى دافيه، وكل ده يدوب معايا. السمنه مع اللبن، الطريقه دي حلوه وسهله، اعتمديها في البسبوسه. والطريقه اللي انا عملتها قبل كده اللي كانت مكرمله برضو كانت حلوه قوي، بس دي سهله وسريعه، بتعمليها وانت واقفه كده اوام اوام. كده خلاص انا ولعت زي ما انتوا شايفين كده، وحطيت شروق اللي بتصور بس برضو مش جايبه ايدي اهو. بصوا كده، حطيت قلبت نص كوبايه سكر. الدقيق البسبوسه اللي بيجي من عند العطار بيبقى معلهوش اي حاجه. مش هتحطي بيكنج باودر، لا مش هحط بيكنج باودر في البسبوسه. ساعات بحط ربع معلقه، بس انا ما عنديش خلاص ما حطيتش، وطلعت جميله قوي. كده الصاج بتاعي ده السمك، الحيطه بتاعته رقيقه شويه، فهو سمكه كده عشان تبقى سمك البسبوسه معايا مش تخين قوي. كده هقلب زي ما انتوا شايفين يا دوب دفي، والسكر اتقلب والعسل الجلوكوز ساح. وعندي هنا، انا عندي كيلو الا ربع من دقيق البسبوسه. الكيلو البسبوسه بقى ب26 جنيه، يعني النص ب13 جنيه. انا جبت كيلو الا ربع من دقيق البسبوسه عشان هعمل الصاج اللي انتوا شايفينه ده. كده هننزل بقى بالمكونات بتاعنا، هي دافيه مش سخنه قوي، يا دوب تدفى معاكي وكل حاجه تدوب، وشيلي منها على النار. يا دوب بقى هنا بنلم الخليط بتاعنا. لا هتقولي تفركي بسمنه الاول، ولا هتحطي كده ولا اي حاجه. لمي بقى الخليط بتاعك على طول. كده انا حطيت شويه عشان نشوف بس الكميه كتير ولا لا. كده خلاص الكميه بتاعتي والمعيار بتاعي مظبوط. الكوبايه ونص من كل حاجه على قد عفوا حبايبي، على قد الكيلو الا ربع من البسبوسه. دهنت الصاج بتاعي سمنه كويس زي ما انتوا شايفين كده. ادهني سمنه كويس عشان تطلع معاكي حلوه ومتحمره من فوق ومن تحت. كده خلاص لميت، ما تعجنيش جامد عشان ما يطلعش عرق معاكي. كده خلاص يا دوب نلم عشان بتبقى مرمله، لو كتر العجين فيها هينشفها لك وما تطلعش مرمله. خلاص كده انا مولعه الفرن، نزلنا بالكميه بتاعتنا. بصوا السمك بتاعها، هو ده السمك اللي عايزاكي تبقي عاملاه تبقى حلوه قوي. نزلنا كده بكل كمية البسبوسة اللي عندنا في الصاج بتاعنا الحلو اللي احنا دهنينه سمنة. عايزة تعملي نص كيلو، خلي كوباية كوباية كوباية، انما انا عندي كيلو الا ربع، فزودتي على الربع كيلو التاني نص كوباية. يعني المعيار بتاع النص كيلو: كوباية لبن، كوباية سمنة، كوباية حليب، معلقة عسل نحلة او عسل جلوكوز، وعلى النار وسخنيهم.
كده طبعا انا دهنه حلوه كده من السمنه عشان البسبوسه تطلع معايا مرمله وتحفه. جربي الطريقه دي حلوه قوي قوي قوي. طبعا احنا قاعدين كده بالليل وقلنا ايه الجو برد فنعمل. فكده خلاص دخلتها الفرن وطلعت. بصوا اللون الجميل ده، خدت اللون الذهبي الحلو قوي. هي سخنه والسيرب سخن، سيرب سخن خفيف، يعني تحطي كوبايه من السكر او كوبايه ونص من السكر عليها كوبايه من الميه، تغلي مفيش دقيقتين غليان وتطفي. البسبوسه مولعه والعسل بتاعي السيرب مولع عشان تبقى طريه معاكي، ولو قعدت معاكي يوم ولا اتنين هتبقى طريه جدا. والله ريحتها كانت جايبه اخر الدنيا. طبعا انا الطلب مني، طبعا عندي جوزي نفسه في البسبوسه وطبعا ابني نفسه في الكنافه، وهنشوف هنعمل ايه تاني. كده خلاص انا حطيتها. اسقيها طول ما هي بتشرب معاكي. بصوا بتنشف من الحروف ازاي. كل ما هي بتنشف كده من الحروف وبتنشف كده، اعرفي ان البسبوسه معاكي ناجحه. لو ما شربتش معاك السيرب اعرفي ان هي مكتومه ومش حلوه. بقول لكم بصوا الفقاقيع دي، الفقاقيع دي يعني البسبوسه بتاعتي ناجحه وبتشرب السيرب كويس قوي. كده خلاص انا عملت البسبوسه شربت خالص. هحط لها كمان مره معلقتين كمان كبار، وخلاص على كده هتبقى خلاص كده دايبه دوب. وفي نفس الوقت سكرها مش عالي، اللي السكر ده بقى حسب الرغبه بتاعتك. في ناس بتحب الحاجه حلوه قوي، بس انا كوبايه ونص من السكر على الكيلو الا ربع طلعت حلوه قوي. جربي الطريقه دي والله سهله. في دقيقه هتكوني انت عامله صينيه بسبوسه تحفه وكمان ملهاش حل. كده هوريكم بقى معاها بجد. هي كده لسه سخنه، ما تعمليش الخطوه دي لان انا عملت الخطوه دي علشان انا بصور، انما انت سيبيها لما تبرد خالص. بس برضو انا طلعتها. بصوا متماسكه ازاي، تحفه مرمله، ريحتها حلوه وكمان جميله قوي قوي قوي. عفوا حبايبي، يعني وهي مولعه كده بقوا يجيبوا الشوكه ويدقوا منها كمان. كده خلاص انا عملت البسبوسه بتاعتي. بصوا اهي، هرجعها تاني بقى لما تبرد خالص وبعد كده انا هقطعها. بجد الطريقه دي حلوه وكمان بصوا الترميله انا جميله وتحفه زي ما انتوا شايفين بالطريقه دي كده. كده خلاص انا خلصت البسبوسه بتاعتي. كده برضو في نفس اليوم الصبح نزلت جبت كيلو الا ربع من الكنافه وحطيته في الفريزر. على ما خلصت الغدا وخلصت اللي وراكي كان اتجمد شويه. كده هتعملي ايه بقى؟ هنمسكه نفركه فرك بايدك كده. انا مش عايزاه مفروك ناعم، لا انا عايزاه يبقى خشن شويه. انت حابه تعمليه في الكبه اعمليه، بس انا بحبها ايه تكون خشنه شويه مش مفرومه جامد. كده هنمسكها بقى زي ما انتوا شايفين كده بنفس السمنه اللي انا مسيحاها وعملت بها البسبوسه. كده خلاص انا هفركها حلو زي ما انتوا شايفين كده. طبعا لما تكون جايباها قبلها بيوم او يومها الصبح وحطها في الفريزر بتتفرك معاك على طول. كده هحط سكر عادي حبيبات من بتاع الشاي بتاعنا. هحط حوالي بايدي كده حوالي نص كوبايه وهقلبها في الكنافه دي. بتعمل فيها تماسك حلو قوي وما بتتفرفتش منك وانت بتقطعيها. كده خلاص هنجيب بقى السمنه سايحه. الكنافه بتحب السمنه دي، سمنه عاديه على سمنه بلدي. عندنا الكنافه والحلويات الشرقيه يا حبايبي بتحب السمنه. انت حطي برضو كميه سمنه حلوه هتطلع معاكي حلو. عايزه تعملي نص كيلو اعملي نص كيلو. الكنافه ب 13 جنيه هاتيه واعمليه، وهتعمليه ساده هتعمليه زي ما انت عايزه. يعني المهم ناكل اولادنا من الحاجات اللي هم بيحبوها او هم عايزينها وما تكتريش الكميات. كده خلاص انا هقلب بقى السمنه في السكر كده هنفركهم كويس قوي. نخلي السمنه الكنافه بتاعتنا كده داخل فيها السمنه حلوه قوي. يلا لو وصلتي معايا لحد هنا حط اللايك، واللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد من شروق وماما في المطبخ. ويا رب كل حاجه بقدمها تعجبكم. هنديها فرقه حلوه قوي 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 زي ما احنا شايفين كده، وهنقسمها نصين كده عشان هعمل برضو في الصاج. انا عندي الصاجان دي بتبقى رقيقه فيها الحاجه، انا بحبش الحاجه سمكها تخين قوي، فانا بغسلهم بسوي فيهم المخبوزات والحلويات وبغسلهم وبشيلهم. كده هفرد بقى النص اللي بتاعي زي ما انتوا شايفين كده من الكنافه. هنفركه بقى كده احنا كده فرقناها حلو. هرصها بقى حلو وهنعملها كده. هتحطي فيها حاجه ولا ساده هنشوف مع بعض. كده خلاص كده هفردها كويس قوي. يعني احنا كده كنت بعمل الحاجات دي واحنا بالليل متأخر، يعني قلنا الجو برد واحنا كده قاعدين في الشقة. ولعي الفرن ودفيها، ولو هتجيبي نص كيلو كنافة لمي ولادك حواليكي واعمليه.
الاسعار غاليه، غاليه غاليه، انا معاكي معلش. بس ولادنا طبعا ملهوش ذنب، لازم اللي يعني نفسنا في حاجه. يعني جوزي هيطلب مني صينيه بسبوسه، طبعا مش هقول لا. او ابني هيطلب مني حاجه حلوه ياكلها، برضو مش هنقول لا. فاحنا بنراضي ولادنا بالموجود معانا. يعني ان شاء الله الدنيا تمشي وتبقى حلوه، وفي تحسن جاي ان شاء الله. هاتي انت نص كيلو من الكنافه، هو ب 13 جنيه. غليت بقت ب 26 جنيه. ودقيق البسبوسه بقى برضو ب 26 جنيه. هاتي انت نص من كل نوع واعملي، وفرحي ولادك، واعملي بصينيه صغيره. عندي هنا شويه، انا ما كنتش هحشيها، كنت هعملها ساده، بس لقيت شويه زبيب كده موجودين عندي، فقلت احطهم في النص كده يدولها طعم حلو. كده خلاص انا هحط شويه الزبيب اللي عندي دول، وهنحط بقى الكميه التانية من الكنافه. وايه اهو شويه زبيب كده صغننين موجودين عندي في كيس. تعالوا بقى نحطكم، كانوا موجودين في التلاجة. هنفرد بقى الجزء التاني من الكنافه زي ما انتوا شايفين كده. افردي بقى كويس واضغطي جامد، يعني انزلي جامد كده، اضغطي عشان تبقى مضغوطه وتبقى حلوه معاكي. دي ما فيهاش، انا عملتها معاكم مره قبل كده بالبلح ومره بالقشطه، برضو كانت تحفه قوي. انا عندي يعني ولادي ما شاء الله من هواة الكنافه والبسبوسه والحاجات دي. كده خلاص انا عملتها. هنداري بقى الزبيب بتاعنا عشان ما يتحرقش. وكده الفرن والع، طلعنا منه البسبوسه، وفي فرن سخن هندخل برضو الكنافه. كده هنرص بقى، نغطي الزبيب كله، وهننزل بتقلنا بقى ونضغط كويس قوي. هنزل كل الكميه. لم السمنه، لم السمنه دي كلها، السمنه غاليه. علبه السمنه وصلت 100 جنيه، والسايبه وصلت 80 جنيه. نص كيلو فيها ب 40 جنيه. يعني مش بقول لكم حاجه او بعرفكم، انتوا كده 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 عارفين الاسعار. ان شاء الله هتنزل وهتبقى حلوه على رمضان ان شاء الله. كده خلاص انا حطيت كميه الكنافه الباقيه. ولو عندك صاج على المقاس الصاج ده، انزلي بيه كده بظهره واتكي قوي واضغطيها جامد. انما انا بايديا كده، هنزل بايديا كده واضغطها كويس قوي. كده انا عملت البسبوسه وطلعتها، وكمان سقيتها السيرب معاكم. والله طعمها وريحتها تحفه. يعني انا دقتها كده، الحته اللي في الشوك تحفه. بسبوسه سريعه وحلوه قوي. يعني في بسبوسه مكرمله هتلاقوها موجوده عندي في القناه لو عايزينها. انما دي انا قلت اعملها سريع سريع كده، عشان ايه؟ ما نقفش كتير والجو برد، فقلت اخلص بسرعه. هنديها ضغطه حلوه قوي كده بقى، ونضفي حروف الصاج علشان ما تتحرقش منك. يلا اعملي صينيه بسبوسه او صينيه كنافه لاولادك بالليل وانتي قاعده. انا عارفه ان في امتحانات دلوقتي، واكيد بتسهري معاهم تذاكري لهم، وهم بيذاكروا ممكن تدي لهم قطعه من الحلويات دي. الحلويات بتدفي وبتدي طاقه للولاد وهم بيذاكروا، مع كوبايه شاي بلبن، مع كوبايه نسكافيه. لو صغيرين اعملي لهم كوبايه شاي بلبن، هيشربوها مع الحلويات وهيحبوها قوي. يلا كده قومي اعملي، ما تكسليش، عندك امتحانات وتعبانه وراحه جايه مع الولاد، بس برضو لازم هتعملي لهم حاجه تديهم طاقه وتدفيهم في البرد ده. اضغطي جامد قوي زي ما انت شايفه كده، عشان تبقى مكبوسه معاكي حلوه قوي. هيبقى سمكها متوسط كده وحلوه، وهتبقى حلوه ومقرمشه، وكمان في نفس الوقت طريه من جوه. كده خلاص خلصتها. فايد عندي معلقه من السمنه، هنحطها من على الوش. هتقولي السمنه كتير، لا، الكنافه يعني سمنه. الحلويات الشرقيه بتاعتنا بتاخد كميه من السمنه كبيره شويه. يعني احنا مش هنعمل كل يوم، احنا كل فين وفين على ما بنعمل حلويات ولا حاجه. بس برضو طالما بنعمل نبقى نعملها كويس، تبقى طعمها حلو. ويلا هوب هندخلها على الفرن. ويلا طلعت معانا بسرعه بسرعه. بصوا الجمال، هي اتحمرت وقلبتها ونزلتها على الوش التاني. عندي بقى هنا ده سيرب تقيل وبارد. سيرب الكنافه سيرب تقيل وبارد. الكنافه سخنه يبقى السيرب بارد، اللي السيرب سخن يبقى الكنافه بارده، عكس البسبوسه خالص. وكمان بصوا سمكه التقيل ده بيخليها مقرمشه من بره، ومن جوه طريه وحلوه قوي. انا كنت عاملاه من بدري وسبته برد خالص. نزلت بقى بكميه السيرب. بصوا 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 اهو. شروق واقفه بتبلع في ريقها، بتقول لي خلاص ارحميني، هموت وانط في الصاج اللي انتي بتعملي فيه يا ماما. كده خلاص نزلنا بالسيرب زي ما انت شايفه كده على صينيه الكنافه بتاعتنا. حروفها متحمره، انا عندي بيحبوا الحاجه متحمره قوي شويه، فانت اعملي اللون اللي ولادك بيحبوا. يعني بيحبوا الحاجه حمرا قوي ومتقرمشه. انت بقى اللي عندك اللي عايزه تحمريها اكتر، تطلعيها فاتحه عن كده، ماشي. دي حسب الذوق بتاعك. انا حمرتها كويس وقلبتها، وحمرتها من الجنب التاني. والله الله بقى على الريحه. يلا اوريكم حته
وشوفوا جمالها. انا الحلويات دي سخنه، انتي ما تقطعيش الا لما تبرد خالص، لان انا كده بصور وعايزه اخلص الفيديو عشان انزله لك وتشوفيه. انما انتي براحتك في البيت، سيبها تبرد خالص وتقطعي منها عشان ما تتفرفتش منك. بس مع ذلك هي مولعه، بس هوريكم القطعه عامله ازاي. بصوا الجمال والحلاوه قرمشه. بصوا القرمشه دي، يعني انا كده لو سبت لكم صوت الفيديو هتسمعوا وانا بقطع كده. كده خلاص اهي، هجيب حته واوريها لكم. طبعا من جوه طريه بصوا الحلاوه. بصوا من جوه كده، بصوا السيرب اللي فيها، شاربه السيرب بتاعها كله، وجميله وفي نفس الوقت تحفه. يلا هوب، خلصنا البسبوسه وكمان خلصنا الكنافه. ايه تاني يا ولاد؟ قالك عندك طبقين رز بلبن، اعملي لنا قنبله. انت عندك طبقين رز بلبن كنت عاملاه في التلاجة. حاضر من عينيا. هتجيبي الرز بلبن تعمليه خالص، انا عاملاه برضو على القناه، شوفيه الطريقه هتعجبك. قطعي بقى يا ماما، عندي ولادي، قطعي بقى يا ماما واعملي لنا القنبله اللي بنشتريها من بره. دلوقتي وصلت 60 جنيه ولا 65 جنيه، ده لو ما كانش اكتر. كده جبت الرز بلبن اللي احنا عاملينه وغرفينه، وكمان كان بارد، وحطيت قطعه كده من الكنافه، وقطعه على كل طبق قطعه من الكنافه، وكمان هنحط قطعه. بصوا كده الجمال والحلاوه على المنظر اللي انتوا شايفينه ده. طبعا الولاد بيحبوا ياكلوا دي. انتي لو عامله دايت اوعي تلمسي دي، كفايه عليكي حته صغننه الواحده. هناخد بقى قطعه من الكنافه على كل طبق، وكمان معاها قطعه من البسبوسه، قنبله قنبله قنبله. انا خدت منها معلقه ما قدرتش اكملها، قعدت اكح من كتر البرد وخلاص ما قدرتش. بصراحة هي طعمها تحفة، وبتيجي فعلا من بره غالية جدا. بيعملوها وهوريكم طريقتها زي ما انت شايفة كده، بس هما بيعملوها في علب اللي هي البلاستيك دي، وبيعملوها طبقات طبقات. عندي شوية من القشطة انا عاملاها على ايدي، معلقة من النشا على معلقة من الدقيق على فانيليا على معلقة من السكر في نص كيلو من الحليب، وقلبي قلبي قلبي على النار، هيطلع لك قشطة حلوة قوي. كده على كل قطعة هحط لهم حبة من القشطة. طبعا عايزين القنبله منك، وعملتي بسبوسه وكنافه، يلا اعملي لنا القنبله. هنحط بقى معلقه قشطه على الكنافه وعلى البسبوسه، واي فاكهه عندك اعملي بيها. يعني انا كان اي فاكهه موجوده، قطعي تفاح، شرايح تفاح قطعي. انا عندي موز حلوه قوي كده، ان كان عجبكم موجود موز، قطعت كده شرايح من الموز عليها. بجد الطبق ده بيتباع بره، بس بيحطوها طبقات بقى في العلب اللي انت هتشتري فيها. بجد ممكن تكون وصلت، انا من فتره كبيره ولادي كانوا جايبينها ب40 جنيه، يعني ممكن تكون وصلت ال75 جنيه، ال70 جنيه دلوقتي في الاسعار دي. رصينا بقى الموز زي ما انتوا شايفين كده مع الرز بلبن، طبعا بنعمله حلو قوي. وكمان قطعت عليهم شرايح الموز زي ما انت شايفه كده، وكده عملت لهم حاجه حلوه ساده. وكمان طالما عندك رز بلبن، انت عامله يا ماما كنت عامله رز بلبن، اعملي بقى يلا القنبله. عملت لهم القنبله وكانت تحفه قوي. بصوا بقى كده خلصنا الفيديو بتاعنا النهارده، بوريكم الكنافه. بصوا حتى بعد ما برت ماسكه وحلوه قوي. طبعا انا قطعت من النص كده عشان جوزي بيحب حروف الصينيه، محدش يلمس حروف الصينيه الا هو. كده بجيب من جوه كده، بصوا قطع البسبوسه، بصوا متحمره من جوه وحلوه قوي. وكمان عملت القنبله. بصوا هدوء اهو يا ولاد، بصوا هدوء كده، يا سلام يا سلام يا سلام. وما قدرتش اكمل غير المعلقه دي وكفايه قوي. كده خلاص خلصنا الفيديو بتاعنا النهاردة، ويا رب الطريقة تعجبكم. اعملي كنافة ومعاها بسبوسة، ولو عندك رز بلبن اعملي لولادك القنبلة اللي بتبقى غالية قوي من بره وبيجيبوها غالية. كده ما تنسينيش في اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.